Expert Academy, votre chemin vers l'expertise. السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنشوفو تصحيح لمباراة محررين قضائيين اللي دازت في شهر تسعود 2024. قبل ما نشوفو التصحيح حاولوا أنكم تسكانيو هاد الكود باش تطلع لكم قناة الواتساب. هاد القناة تنفعكم بزاف. اللي ما طلعش ليه هاد الكود غنخلي لكم اللين تحت هاد الفيديو، حاولوا أنكم تكليكيو عليه. هادي قناة سونتر اكسبير اكاديمي على الواتساب. باش تطلع لك هاد القناة حاول انك تسكاني الكود اللي عندك في الشاشة، اولا تحت الفيديو غتلقى اللين كليكي عليه وغتطلع لك هاد القناة سونتر اكسبير اكاديمي. حاول انك تبارطاجيها مع ناس اخرين اللي كيهمهم هاد لي زانفورماسيون اللي كنبارطاجيو. في هاد القناة كنحطو اعلانات ديال المباريات المتاحة للتسجيل باش نذكروا بهم. كذلك كنحطو مجموعة من النماذج ديال الامتحانات وديال المباريات بحال العدل، المالية، الصحة إلى غير ذلك، باش تشوفوا كيفاش كتحطوا هاد لي كونكور. كذلك كنحطوا ليان ديال حصص مباشرة باش تدخلوا معنا باش تستافدوا. كما كتشوفوا هنا تصحيح مباراة محررين قضائيين 2024، رابط الحصة كتكليكي على هذا الرابط وكتدخل معنا الحصة. آخر حصة حضروا معنا أكثر من 140 واحد. وكنحطوا كذلك مجموعة من لي ريزومي، فيسكاليتي، ماناجمنت، كونطا جينيرال، هاد لي موديل مهمين في لا بريباراسيون، باك بلس 2 باك بلس 3 باك بلس 5. كنحطو معلومات في الثقافة العامة حتى هما مهمين باش تعمر راسك. هادشي كامل غينفعك ان شاء الله في المباريات. بالنسبة لسونتر اكسبير اكاديمي كيقدم مجموعة من الدورات التكوينية باش يوجد مجموعة من المباريات. على سبيل المثال هاد الكونكور، باش تشوف البروغرام باش كنخدمو حاول انك تسكاني هاد الكود، منها غتستافد شنو المواد اللي خاصك تبريباري، كل مادة شنو بالضبط الحاجة اللي خاصك تبريباريها. الكونكور اللي غنصحو اليوم حاولوا انكم تسكانيو هاد الكود باش يطلع لكم. هذا هو البروغرام اولا لومبلوا دو طون اللي فيكسينا مع الناس اللي داخلين معنا في هاد الفورماسيون. فهاد الحصة غنصحو، وهادي أول حصة غنصحو كونكور محررين قضائيين اللي داز في شهر تسعود 2024. البروغرام ديالنا كينقسم على 4 بارتي: لا كولتور جينيرال من جهة ديال الوزارة ديال المغرب، لي ماتير دو سبيسياليتي اللي خاصنا نضبطوهم، وهاد لي ماتير دو سبيسياليتي إلا بريباريتيهم مرة وحدة بشكل مزيان كافيين باش دوز أي كونكور. لي زونسيان كونكور، بريباراسيون على ليبروف اورال. ندخلو لي زونسيان كونكور. عندنا مجموعة من لي كونكور اللي غنشوفو في هاد الدورة التكوينية. في هاد الحصة غنشوفو كما قلنا كونكور اللي داز في شهر تسعود 2024. حاول أنك تسكاني الكود QR باش يطلع لك هاد الامتحان. هذا فقط الجزء الأول من 3 أجزاء ديال هاد التصحيح، بمعنى غيكونوا 2 فيديو أخرين غيكون فيه التتمة ديال التصحيح، كل فيديو فيه 20 سؤال. نبداو على بركة الله التصحيح ديالنا. La date de la mise en œuvre de la nouvelle loi de l'organisation judiciaire est عندنا 4 modalités: janvier 2021, 2022, 2023. D toutes les réponses sont fausses. المنهجية باش كنخدمو كنحاولو نعطيكم لا جوستيفيكاسيون ديال الجواب، كنحاولو نزيدو معلومات إضافية اللي تنفعكم في لي كونكور اللي جايين. La loi de l'organisation judiciaire 38.15، هاد الرقم عقلو ليه 38/15، قانون متعلق بالتنظيم القضائي. هاد القانون نشر
الجريدة الرسمية لو 14 جويي 2022. هاد المعلومات تقدر تحط لكم في كونكور آخر. دات دونطخي اون فيغور كانت لو 15 جونفي 2023. إلا دخلنا لهاد القانون غنلقاو التنظيم القضائي كيفاش داير. مثلا المحاكم اللي عندنا في المغرب الدرجات ديالهم كاينة الدرجة الأولى الدرجة الثانية إلى غير ذلك. تقدروا أنكم تطبيو فقط هاد القانون في جوجل ويطلع لكم. في الحالة نختارو سي جونفي 2023. عقلوا على النهار بالضبط، تقدر أنها تحط في شي كونكور آخر. Question numéro 2. L'administration centrale du ministère de la Justice est dotée de 5 directions, 9 directions centrales, 8 directions centrales, D. Toutes les réponses sont fausses. إلا دخلنا السيت الأوفيسيال ديال وزارة العدل وفي الأورغانيغرام غنلقاو هاد الصورة. كما كتشوفو عندنا السيد عبد اللطيف وهبي وهو وزير العدل، رئيس الديوان، الكاتب العام، المفتشية العامة، وعندنا مجموعة من المديريات. حسبوهم: المديرية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، ستة، سبعة، ثمانية. وعندنا كذلك المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، هي كتعتبر كمديرية داخلة في l'administration centrale. في الحالة غنخشيو على بي. إلا عندو شي ملاحظة عندكم لي كومونتير، حاولوا أنكم ترياجيو معنا. الأسئلة تاعكم أو المعلومات الإضافية تاعكم مرحب بها. ندوزو la question numéro 3. Le dernier délai du vote de la loi de finances de l'année N+1 au Maroc est le 20 octobre de l'année N, le 20 novembre de l'année N, le 31 décembre de l'année N. D. Toutes les réponses sont fausses. قانون المالية كاينة حصة خاصة باللوا د فينونس، فيه لي تيب لوا د فينونس اللي عندنا، وفيه كذلك كيفاش كتقاد هاد لوا د فينونس. نخليكم مع الفيديو من بعد نشوفوا الإجابة الصحيحة. مساءكم سعيد مشاهدينا. الميزانية أو الموازنة العامة للدولة هي وثيقة تعدها الحكومة سنويا وتعرض فيها توقعاتها لإيرادات الدولة خلال السنة المالية القادمة، فضلا عن برمجة نفقاتها. تعد وفقا لقواعد وضوابط يحددها نص منظم لقوانين أو منظم لقوانين المالية بهدف تحسين مقروئيتها وتعزيز شفافيتها ومصداقيتها في أعين المواطنين. يعتمدها في العادة البرلمان بعد جلسة تصويت تسبقها جلسات نقاش وتعديل، ولا يمكن للحكومات في البلدان الديمقراطية أن تتصرف في موارد الدولة خارج ما تنص عليه الميزانية العامة التي تكون قد حظيت بثقة البرلمان بعد عرضها عليه للتصويت. في المغرب يتم اقتراح مشروع قانون المالية من طرف السلطة التنفيذية أي الحكومة، واعتماده بعد ذلك من طرف السلطة التشريعية أي البرلمان بمجلسيها، مجلس النواب ومجلس المستشارين. يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانية، ويشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية. قبل 15 من مارس يتم إعداد منشور رئيس الحكومة الموجه للآمرين بالصرف قصد إعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانية للثلاث سنوات، مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء. وقبل 15 من ماي يتم تجميع ودراسة المقترحات السابقة داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء. قبل 15 من يونيو يقدم الوزير المكلف بالمالية في مجلس الحكومة عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري، كما يقدم برمجة موارد وتكاليف الدولة بالإضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية.
قبل 31 من يوليوز تأتي مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. يتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية وتقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 من يونيو من نفس السنة، والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية، وكذا البرمجة الميزانية الإجمالية ل3 سنوات. بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان يتم إعداد منشور رئيس الحكومة الذي يدعو بموجبه الأمينين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل والنفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة. خلال شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر يتم تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل وبالنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له. وخلال بداية شهر أكتوبر تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء، والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة. في 20 من أكتوبر يتم إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب، وبعد 30 يوما الموالية لإيداع المشروع تتم مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب. 22 يوما بعد ذلك، بعد التصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو انصرام الأجل السابق، تتم مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين. وخلال 6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق يتم البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية. القراءة الثانية لمجلس النواب اللي هي 6 أيام. في الحالة لو ديالنا ديالي دي فوت دو لا لوا دو فينانس غتكون لو 31 ديسمبر دو لاني. تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يتم في 31 من ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية. كانت هذه مراحل إعداد والتصويت على مشروع قانون المالية. شكرا لكم على المتابعة. هذا الفيديو فيه مجموعة من المعلومات مهمة صراحة خاصكم تكتبوها. بالنسبة للشفوي ديال وزارة العدل راه كيسولو كذلك على قانون المالية، كيفاش كتقاد، المراحل اللي كيداز منهم، وكيفاش كيتم التنفيذ ديالو، شنو هما الآمرين بالصرف، شنو هو المحاسب العمومي إلى غير ذلك. Question numéro 4. Selon le décret 2.23/665 relative à la nouvelle carte judiciaire du royaume, les tribunaux de commerce sont au nombre de 7, 8, 9, D. Toutes les réponses sont fausses. هنا غادي ندخلو للسيت ديال وزارة العدل باش نشوفو. دونك دخلتو للسيت وزارة العدل، مشيتو للتنظيم القضائي، كما كتلاحظوا هنا التنظيم القضائي، محاكم تجارية، محاكم الاستئناف الإدارية إلى غير ذلك. بالنسبة للمحاكم التجارية عندنا 10 المحاكم حاليا. نتوما فاش يقرب لكم كور بواحد 2 جوغ حاولوا أنكم تطلعوا على السيت باش تشوفوا عدد المحاكم اللي كاينين. تقدر تزاد شي محكمة وانت ما فراسكش. في هاد السيت كذلك كتشوف الاختصاصات ديال المحاكم. هاد الاختصاصات مهمة خصوصا في الشفوي، مناش كتكون أو مناش كتكون كل محكمة. من خلال الفيديو نقدروا دي l'équipement et la logistique des juridictions du royaume sont assurés par A. Le ministère public, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire,
C. Le ministère de la Justice. D. Toutes les réponses sont fausses. ناخدو مجموعة من المعطيات على وزارة العدل. نشوفو نبدأ عن وزارة العدل. Création du ministère de la Justice, fondue en 1955, il constitue l'autorité gouvernementale chargée de préparer et d'exécuter la politique de l'État en matière de la justice. Donc سياسة الدولة في المجال القضائي كتكلف بها وزارة العدل. نشوفو les missions. Élaboration des stratégies et des programmes de réforme dans le domaine de la justice. الوزارة كتحضر خطط وبرامج باش تحسن النظام القضائي وتدير الإصلاحات اللازمة. Préparation des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au système judiciaire. كتوضع مشاريع القوانين والنصوص اللي كتنظم النظام القضائي. Mobilisation des ressources humaines, financières, logistiques et des bâtiments pour assurer le bon fonctionnement des tribunaux et de la justice. كتوفر الموارد البشرية المالية اللوجستيكية والبنايات باش المحاكم تخدم مزيان. وهذا إجابة ديالنا على السؤال. في الحالة نختارو سي. المينيستير دو لا جوستيس هي كتكلف هاد العملية. هادو فقط بعض المهام من بزاف المهام اللي كدير هاد الوزارة. ناخدو مجموعة من المعطيات كذلك على استقلال السلطة القضائية تقدر أنها تحط لكم شي كونكور آخر. شوفوا هاد الفيديو. الدولة كتكون من شعب وإقليم وسلطة. الشعب هو حنا والإقليم هو المغرب والسلطة هي موضوع حلقتنا اليوم. السلطة كتقسم لثلاثة ديال السلطات: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. نبداو بالسلطة التشريعية. السلطة التشريعية كتمثل في البرلمان، فالبرلمان هو هيئة تشريعية وكيتكون من مجلسين: مجلس النواب ومجلس المستشارين. فمجلس النواب كيتكون من 395 عضو وكيتم انتخابهم كل 5 سنين عن طريق انتخابات مباشرة بحال انتخابات 2016. أما مجلس المستشارين فكيتكون من 120 عضو وكيتنتخبوا كل 6 سنين عن طريق انتخابات غير مباشرة وكيتكونوا من منتخبين الغرف المهنية، ممثلين مأجورين وممثلين الجماعات المحلية. والمهمة ديال البرلمان هو فين كيتم التصويت على المشاريع القوانين. ولكن من بعد ما كيتم التصويت على هذه المشاريع القوانين شكون غادي ينفذها؟ هنا كتجي المهمة ديال السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة. من بعد ما كيتعين رئيس الحكومة كيوقف أمام البرلمان وكيعرض عليهم برنامج الحكومة ديالو. هنا البرلمان كينقسم الأغلبية والمعارضة، ومن هذيك الأغلبية كتصوب الحكومة. في السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة كتمثل المهمة ديالها في تنفيذ القوانين اللي كيتصوتوا عليها في البرلمان. دابا ندوزو للسلطة القضائية. فالسلطة القضائية كتمثل في المحكمة، فكما كنعرفوا كاملين المحكمة هي اللي كتحكم ما بين الناس بالقوانين اللي كيتصوت عليها في البرلمان. وهاد ثلاثة ديال السلطات كاينه علاقة بيناتهم. فالبرلمان كيخرج قوانين اللي كتنفذهم الحكومة وكتحكم بهم المحكمة. وباش تحقق الديمقراطية في البلاد لابد ما يتفصل ما بين هاد السلطات، فكل سلطة كدير مهمتها بلا ما تدخل في الأخرى، ولكن كل سلطة كتراقب السلطة الأخرى. شكرا لكم بزاف، كفرحوني التعاليق ديالكم. ان شاء الله حنا مستمرين. ما تنساوش انه تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وتكتبوا لي في التعليق كيجيكم هذا الفيديو واش كان مفيد لكم ولا لا. شكرا. فيديو مفيد بطبيعة الحال. نحاول أنكم تكتبوا هاد المعلومات اللي كاين في هاد الفيديو. كل فيديو كنحطو لكم منين خديناه باش اللي بغا يرجع لهاد القناة يقدر يلقى فيها محتوى آخر اللي ينفع. Question numéro 6. Un des principes suivants ne fait pas partie des principes comptables. Clarté, l'organisation, la prudence, dès toutes les réponses sont fausses. هادشي رجعنا كونطابيلتي جينيرال ورجعنا بالضبط لي 7 برانسيب فوندامونتو اللي هما هادو اللي قدامكم. كل برانسيب عنده واحد لوبجيكتيف.
principe de continuité d'exploitation, permanence des méthodes, coût historique, spécialisation des exercices, clarté, prudence, l'importance significative. هادشي راه كنشرحوه بالديتاي في الحصص ديال لا فورماسيون اللي كنديرو مع الشباب. في الحالة نختارو بي مدخلاش في 7 principes comptables. Question numéro 7. Le premier président de la Cour de cassation est A. Le président du ministère public. B. Le ministère de la Justice. C. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. D. Toutes les réponses sont fausses. رئيس محكمة النقد شكون هو؟ كنا درنا حصة أونلاين خاصة بتصحيح كونكور للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالضبط الأمناء القضائيين، وكنا عطينا مجموعة من المعلومات على هذا المجلس. نختارو سي لو بريزيدون دو كونساي سوبيريور دو بوفوار جوديسيير مسيو محمد بدنباوي بدنباوي. Question numéro 8. Le nouveau décret des marchés publics mis en vigueur le 1er mars 2024, 1er décembre 2023, 1er septembre 2023. D. Toutes les réponses sont fausses. بالنسبة للانفورماسيون اللي كنقدمو كاينة حصة خاصة بلي مارشي بوبليك، هاد الموضوع اللي ولا كتحط واحد الوتيرة كتيرة سوا في الصحة سوا في العدل سوا في المالية. داكشي علاش خاصنا ناخدو مجموعة من المعلومات على لي مارشي بوبليك. بالنسبة لي مارشي بوبليك فاش كتجي بريباري في قنوات يوتيوب كاين دي فيديو مي كيتعمقوا بزاف. حنا فقط خاصنا ناخدو فقط بعض المعلومات اللي تقدر انها تحط في لي كونكور. لي مارشي بوبليك هي واحد الكونطرا بين الدولة أو المؤسسات العمومية مع الشركات الخاصة. هاد المرسوم 2/22/431 هو اللي كيأطر هاد لي مارشي بوبليك. إمتى تبوبليا في الجريدة الرسمية بيتون اوفيسيال؟ كان لو 6/4/2023. هاد المعلومات تقدر تحط شي كونكور آخر. دات دونطخي اون فيغور كانت لو 1er سبتمبر. في الحالة نختارو سي. Toujours pour les marchés publics, un marché public peut faire l'objet d'une prestation de travaux, de nature, de services. D. Toutes les réponses sont fausses. بالنسبة للمارشي بوبليك يقدروا ياخدو صفة ديال اش؟ سوا سيرفيس، بعض المؤسسات العمومية كيحتاجو شي سيرفيس بحال مثلا السيكوريتي. في هاد الحالة ديك المؤسسة العمومية كتلونسي هاد المارشي والشركات الخاصة كيتنافسو عليه. لي طرافو مثلا وزارة الصحة خاصها مستشفى، تبني مستشفى كتحط هاد المارشي وكيتنافسو عليه الشركات الخاصة. وعندنا لي فورنيتور مثلا بعض المؤسسات بطبيعة الحال العمومية خاصة التمويل مثلا ديال الخضار الفواكه إلى غير ذلك، كتلونسي هاد المارشي وكيتنافسو عليه بطبيعة الحال الشركات الخاصة. فرقوا بين لي تيب واضح. في الحالة un marché public peut faire l'objet d'une prestation de travaux, de services, fourniture. نختارو A et C. فرقوا بين هادشي وبين لي تيب. لي تيب دي مارشي بوبليك عندنا 7: مارشي كادر، مارشي دو كونسيبسيون رياليزاسيون إلى غير ذلك. وكاين فيديو ديال صانع المحتوى المعروف سوينكا راه شرح هاد لي مارشي بوبليك، هاد لي تيب كامل. حاولوا انكم تشوفوا هاد الفيديو. نعطيكم فقط مقتطف من هاد الفيديو ونرجعوا. اللي هو نوع الصفقه والانواع ديال الصفقات حسب المرسوم الجديد ديال 2023. 7 ديال الانواع، الاختلاف اللي بيناتهم حسب
اختلاف الحاجات اللي بغات الدوله وتعقيد التنفيذ ديالها. تقدروا انكم ترجعوا لهذا الفيديو فيه التفاصيل كثيره على لي مارشي بوبليك. Question numéro 10. Un sigma est un service de l'État géré de manière autonome, société de l'État gérée de manière autonome, société de l'État gérée de manière austère. Toutes les réponses sont fausses. La structure du budget de l'État كتكون من 3 comptes. وهاد الحصة وهاد المعلومات شفناهم في الحصة ديال la loi de finances. هادي 3 comptes هما le budget général, les services de l'État gérés de manière autonome, sigma, في الحالة اختاروا A. وعندنا les comptes spéciaux du trésor. وحتى الأسئلة كتسولو عليهم في الشفوي ديال العدل وفي الشفوي ديال المالية. يقدر يسولك اش كنقصدو CST. اشنو هما السيغما؟ مناش كتكون لو بيدجي جينيرال دو ليطا. ناخدو بعض المعلومات في هذا الفيديو. السلام عليكم، فيديو جديد. في هذا الفيديو شوفوا المعلومات اللي كاين هنا. العمليه تتكون من 3 د ليكون: البودجي جينيرال ديتا، لي سيرفيس دو ليتا جيري دو مانيير اوتونوم، لي كونت سبيسيو دو تريزور. نبداو بالبودجي جينيرال ديتا، تيتقسم لجوج لي بارتي. الاولى لي ديبونس اللي تلقى فيهم مصاريف الخلاص ديال الموظفين ديال الدوله، مصاريف الاستثمارات، البنيه التحتيه، اللعيبات، والمصاريف نتاع الكريديات اللي خاص الدوله تخلصها. والبارتي الثانيه تتلقى لي غوسورس بحال الضرائب، تيفيا، لياس، لياغ، تيك الى اخره، الخصاصه والربح نتاع الدوله في الشركات اللي عندها الحق فيها. الدوله غالبا تيكون المصاريف ديالها اكثر من المداخل، داكشي علاش تمشي تسلف باش تجيبها عاد. ثاني حاجه لي سيرفيس ديتا جيري دي مانيير اوتونوم. هنا تلقاو دوك الخدمات اللي مسيرين راسهم براسهم، دايرهم الدوله بلاصه بوحديتهم باش ما يتخلصش الحساب، بحال التيرنات الكره مثلا. داكشي اللي تيدخلوا من البيع ديال التيكي تيتقصر على الغازون، النظافه الى. ثالث حاجه لي كون سبيسيو دو تريزور. مثلا هنا تيتم تنزيل المخططات ديال المغرب اللي تيكونوا على مده طويله، مثلا مخطط المغرب الاخضر صعيب تحط البيدجي ديالو كامل في عام واحد، داكشي علاش تيتفرق داك البيدجي على مده طويله، كل عام تتحط شويه. زيد على ذلك منين تيدخل المغرب لشي منظمه ولا اتحاد بحال الاتحاد الافريقي ضروري يحط فلوس باش يقدروا يطبقوا داكشي اللي تيتفقوا عليه في داك الاتحاد. حد هنا مزيان. Question numéro 11. toujours في المارشي بوبليك. كما كتشوفوا مجموعة من الأسئلة كتحطو في هاد لي مارشي بوبليك. La dématérialisation du processus de passation des marchés publics est obligatoire que pour les marchés de travaux, obligatoire pour le type de prestation, c'est obligatoire pour les marchés dont l'estimation dépasse 1 million de dirhams. D. Toutes les réponses sont fausses. الرقمنة ديال لي مارشي بوبليك كدار جميع لي تيب دو بريستاسيون اللي شفنا. إلا مشيتو للمرسوم اللي ذكرنا من قبل بالضبط شابيتر، هاد شابيتر 5 dématérialisation des procédures des documents et des pièces، غتلقاو مجموعة من المعطيات على الرقمنة الصفقات العمومية. تقدروا أنكم تدخلوا فقط لهاد السيت، هذا هو البورتاي دي مارشي بوبليك géré par la trésorerie générale du royaume. في هاد السيت غتلقاو لي تيكست اللي كيأثروا لي مارشي بوبليك، لي مارشي اللي كاينين إلى غير ذلك. Question numéro 12. Le PIB est عندنا 4 modalités. Question 13. La balance commerciale mesure l'écart entre A. Les débits et les crédits, les encaissements et les décaissements, C. Les importations et les exportations, D. Toutes les réponses sont fausses. Question numéro 12. Le PIB بين le produit intérieur brut. B باش كنقيسو la croissance économique ديال كل بلد. Question numéro 13. La balance commerciale هو الفرق بين les importations et les exportations. ميزان تجاري كتسمعوها بزاف، مثلا الميزان التجاري بين المغرب ومصر. هاد السؤال بالضبط
كانت تحط في كونكور المالية 2014 troisième grade بالضبط. إلا مشيتو لهاد الكونكور لا كيستيون 14 غتلقاو هاد السؤال على ميزان التجاري لا بالونس كوميرسيال. Question 14. L'USG est l'état de situation générale, B l'état des soldes de gestion, C l'état des soldes globaux, D toutes les réponses sont fausses. La question باينة، الإجابة باينة هي B، ولكن نعطيو بعض المعلومات إضافية. l'USG كتكون من دو طابلو دو فورماسيون دي ريزولتا كتسمى TFR، وهاد TFR فيه مجموعة من لي سولد خاصنا نضبطوهم وخاصنا نعرفو كيفاش كيتحسبو. هاد لي سولد هما marge sur brut, consommation de l'exercice, production de l'exercice, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation ou bien l'insuffisance brute d'exploitation, résultat de l'exploitation, résultat financier, résultat courant, résultat non courant, عندنا résultat avant impôt et résultat après impôt. بالنسبة لهاد لي سولد خاصنا نعرفو لي فورمول كيفاش كنحسبوهم، كيتحطو في لي كونكور. وعندنا لا كاباسيتي دوطوفينونسمون اللي كنحسبوها بدو ميثود، سوا لا ميثود اديتيف سوا لا ميثود سوستراكتيف. Question numéro 15. Les types de la loi de finances sont la loi de finances de l'année, la loi de finances de règlement, la loi de finances rectificative. D toutes les réponses sont fausses. Les types des lois de finances. هاد المعلومات كنا شفناهم في حصة ديال اللوا دو فينانس. قبل عندنا لا لوا اورغانيك نيميرو 133. هاد لا لوا اورغانيك، هاد القانون التنظيمي هو اللي كيأثر قانون المالية. إلا كتبتو لا لوا اورغانيك نيميرو 130-13 جوجل يطلع لكم هاد القانون. هاد القانون فيه مجموعة من القواعد اللي خاص تتبع باش يتقاد القانون المالية، فيه كيفاش كيتنفذ، كيفاش كيتم التصويت عليه إلى غير ذلك. اللي كاين هنا لي تيب، عندنا 3 تيب. لا لوا دو فينانس دو لاني اللي شفناه في الفيديو كيفاش كيتم الإنجاز ديالو من البداية حتى التصويت النهائي اللي كيكون في 31 ديسمبر. عندنا لا لوا ريكتيفيكاتيف، هاد لا لوا كيجي وسط العام بعض المرات باش يعدل من لا لوا دو فينانس دو لاني، فاش كيوقعو بعض الأحداث بحال مثلا زلزال الحوز فاش وقع، ف كيجي لا لوا ريكتيفيكاتيف باش يحاول يعدل، مثلا ياخد من الميزانية ديال وزارة السياحة ويحطها في وزارة الصحة بحكم الظروف إلى غير ذلك. عندنا كذلك لا لوا دو ريغلومون، وهذا كيكون فاش كيسري العام كنشوفو واش وصلنا لدوك الأهداف اللي حطينا، وهنا كنربطو المسؤولية بالمحاسبة. في الحالة غنخشيو على A B C. Question 16. Le CMUP est une technique de A. Valorisation des émotions corporelles, B. Incorporelle, C. Valorisation des stocks. D toutes les réponses sont fausses. Le CMUP بطبيعة الحال باين parmi les méthodes اللي كنستعملوهم باش نفالوريزيو لي ستوك. كاين دي ميثود اخرين بحال فيفو بحال ليفو. خاصنا نعرفو ان كاين دي ميثود اوتوريزي فيسكالمون او ماروك اللي هما الفيفو مع الكميب. بالنسبة فالوريزاسيون دي زيمواسيون، باش نفالوريزيو لي زيموبيليزاسيون كنفالوريزيوهم على حساب كيفاش دخلو. مثلا الا خديناهم اتيتر اون ايغور يعني بفلوسنا، فهاد الحالة كيتفالوريزاو مثلا ماتيريال ترونسبور ولا موبيلية بيرو كيتفالوريزا بلوكو داكيزيسيون. إلا جانا كادو مثلا من شي شركة أخرى كيتفالوريزا بلا فالور فينال ولا كتسمى لا فالور دو مارشي. إلا الشركة مثلا خدات من ستوك ديالها شي بيسي بورطابل حيت محتاجاه، في هاد الحالة
داك الماتيريال كيتفالوريزا بلو كو دو برودكسيون. هادشي بلا ما نتعمقو فيه. Question 17. Toujours les marchés publics. Les marchés publics au Maroc sont régis par la loi sur les marchés publics, le décret du marché public, la loi de finances. Toutes les réponses sont fausses. وهاد المعلومات ديجا شفناهم بحال نختارو B. Le décret وراه ديجا عطيناكم الرقم ديالو، حاولوا انكم تعقلوا عليه. Question 18. La performance d'une organisation dépend de son efficacité, sa rentabilité, son efficience. Dès toutes les réponses sont fausses. La performance ou المردودية. المردودية كتعلق بالإفيكاسيتي، بالإفيسيونس وبلا رونطابيليتي. الإفيكاسيتي فاش كتحط واحد الهدف وكتوصل ليه. مثلا أنا غادي نمشي من ورزازات للعيون، خرجت من ورزازات وصلت للعيون، دونك هادي ليفيكاسيتي. ليفيسيونس بما كنخرج من ورزازات وانا غادي للعيون كنحاول مينيميزي في لي شارج، عوض ما نمشي في الطيارة نمشي مثلا في الطوموبيل إلى غير ذلك. لا رونطابيليتي. لا رونطابيليتي بطبيعة الحال كتعطينا فكرة على لا بيرفورمانس. واش الشركة كتعرف أنها تجيري مثلا لي كابيتو. فاش كنشوفو لا رونطابيليتي كوميرسيال، لا رونطابيليتي فينونسيير. لا رونطابيليتي فينونسيير هنا كنشوفو واش الشركة كتجري مزيان لي كابيتو اللي كيتانفيستيو فيها. لا رونطابيليتي ايكونوميك كنشوفو واش الشركة كتعرف أنها تجيري داك لاكتيف اللي عندها. Question 19. Le secteur du tourisme est un secteur économique. Primaire, secondaire, tertiaire, toutes les réponses sont fausses. بالنسبة لهاد لا كيسيون غترجعنا موديل ماناجمنت. وفي الماناجمنت قلنا في الحصة ديال الماناجمنت أن من بين أهم الشابيتر كلاسيفيكاسيون لي زونتربريز، كذلك لي ستركتور. فهاد لي دو شابيتر مهمين ولأنكم تركزوا فيهم بزاف. في لي سيكتور عندنا مجموعة من لي سيكتور. عندنا بريمير، هاد السيكتور كنلقاو فيه الشركات اللي كيستعملوا المواد اللي كيستخرجوا من الطبيعة بشكل مباشر بحال لاغريكولتور. السيكتور سيكوندير فيه الشركات اللي كيديروا لا فابريكاسيون اولا لا برودكسيون، بمعنى كياخدوا المادة الأولية وكيعدلوا فيها باش تعطيهم منتوج. و التيرسيير فيه الشركات اللي كيقدموا الخدمات بحال لوطيل، بحال السيكتور دو توريزم حتى هو داخل هنا إلى غير ذلك. ديجا كنا صيفطنا لكم هاد البي دي اف. بالنسبة للناس اللي داخلين معنا في الفورماسيون، هاد البي دي اف فيه مجموعة من لي زانفورماسيون. نشوفوه من الأحسن باش توضح لكم الصورة. نشوفو هاد البي دي اف اللي كيتعلق بماناجمنت. بالنسبة للماناجمنت هذا موديل كنصنفوه في جروب A بحكم مجموعة من لي كيسيون كيتحطو في لي كونكور في هاد الموديل. دونك هاد البي دي اف فيه ريزومي كيو سي ام. نشوفو كلاسيفيكاسيون، دونك نرجعو دونك شابيتر 3 كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. دونك عندنا مجموعة من لي كريتير اللي كنستعملوهم باش نديرو كلاسيفيكاسيون ايكونوميك. دونك في كلاسيفيكاسيون ايكونوميك مثلا عندنا كلاسيفيكاسيون باغ سيكتور داكتيفيتي. قلنا عندنا سيكتور بريمير اكسبلوطاسيون دي ريسورس ناتوريل، لو سيكتور سيكوندير، لو سيكتور تيرسيير. كاين مجموعة من لي زيكزامبل. بطبيعة الحال تحت كل شابيتر عندنا مجموعة من لي كيو سي ام اللي خديناهم من مجموعة من لي كونكور اللي دازو. باش هكا نتا كتقرا الشابيتر ونتا كتجاوب على لي كيو سي ام ونتا كتثق في راسك وكيبان لك الامور واضحه وانك قادر ان شاء الله تنجح
كاع لي كونكور اللي جايين. هاد البي دي اف مخدوم بهاد الطريقة هادي، بيان ستركتوري، بيان اورغانيزي، باش يسهل عليكم لا بريباراسيون. Question 20. La société en communauté par action est une société de personnes, société de capitaux, société à responsabilité limitée. Dès toutes les réponses sont fausses. Toujours في المانجمنت كما قلنا هاد الموديل مهم بزاف. عندنا les sociétés de capitaux fondées sur l'apport en capital plutôt que sur la personnalité des associés. بالنسبة لهاد النوع من الشركات اللي كيهمنا هو راس المال، يقدر جوج الناس، واحد في العيون وواحد في كازا وواحد في ورزازات، يتجمعوا ويأسسوا واحد الشركة من هاد يقادوا واحد لا فورم من لي فورم دي سوسيتي دو كابيتال. غنشوفوهم من بعد. سوسيتي دو بيرسون، هنا لا بيرسوناليتي كتهمنا بزاف، وهاد النوع ديال الشركات ماشي اي واحد كنأسس الشركة معاه. بحال اس ان سي، هادي فورم parmi les formes ديال لي سوسيتي دو بيرسون. باش نأسسها خاصني نأسسها مع ولد خالي، ولد عمي، خويا، صديق ديالي، الوالد ديالي، الى غير ذلك. شي واحد كتربطني بيه واحد الصداقة اولا واحد العلاقة، حيت هنا لا ريسبونسابيلتي كتكون إليميتي. بمعنى في حالة الشركة دارت الله يحفظ فايت افلاس، راه يقدروا كيسيزيو الشركة هي الاولى، ومن بعد الى مازال الشركة عليها ديون اللي دات، فهاد الحالة كيسيزيو الممتلكات ديال الشخص. وعندنا لي سوسيتي إبريد اللي كتاخد زعما دي كاركتيرستيك من لي سوسيتي دو كابيتال وبعض لي كاركتيرستيك من لي سوسيتي دو بيرسون. نشوفو لي فورم ديال كل تيب. فهاد الحالة نختارو لا كيسيون 20، نختارو بي. سوسيتي انونيم، سوسيتي اون كوميتي بار اكسيون، هادو داخلين في لي سوسيتي دو كابيتال، هادو دي فورم دي سوسيتي. سوسيتي إبريد صغار معروفة، سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي، وكنصحوكم انكم تشوفوا لي زيتاب كيفاش كتأسس هاد الشركة، حيت هي اللي كثيرة في المغرب وكيسولوا عليها حتى في الشفوي في لي كونكور. سوسيتي دو بيرسون عندنا اس ان سي وعندنا اس سي اس. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. نتمنى اننا توفقنا وصلنا لكم مجموعة من المعلومات. حاولوا انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اخرين باش يستافدوا. ما تنسوش انكم تابوناو في القناة، سواء يوتيوب سواء لاشين واتساب. واللي بغى اي استفسار على الدورة التكوينية اللي كنديرو ويشوف كذلك النموذج الحصص اللي كيكونوا اونلاين بخصوص المواد اللي كنبريباريو، يتواصل معنا في هاد لي نيميرو اللي عندكم في الشاشة. كذلك الانستغرام ديالنا. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. نشوفكم في الجزء الثاني من هذا التصحيح.